السلام عليكم صحابي، لاباس؟ هانيه؟ كلشي مزيان؟ صحيحه لاباس؟ كي بقيتو؟ معز عليكم الوليدات؟ كلشي مزيان؟ المهم اليوم جيت نهضر لكم على المبدأ ديال الهوية، هوية الإنسان. هو موضوع كبير بزاف، طرقوا ليه مفكرين وفلاسفة كبار، يعني في القدم، والكبير هو الله سبحانه وتعالى. ولكن بالنسبة يعني الحلقات اللي كندير على كندا وعلى المهاجر بصفة عامة فين ما كان، في أستراليا، ألمانيا إلى آخره، هاد المسألة ديال الهوية بالنسبة لي أنايا هي أول حاجة لازم يعرفها الإنسان قبل ما يهاجر. غادي تخرج من المغرب، أول حاجة غادي تفكر فيها وهو أنك غادي تمشي تجلس غتعيش مع ناس اللي ما كيلبسوش اللباس ديالك، وما تيهضروش اللغة ديالك، وما عندهمش نفس الضحك ديالك، وما عندهمش نفس النكتة ديالك، وما عندهمش نفس الماكله ديالك. عالم اخر، يعني غادا تهزك الطياره وتحطك في واحد القنت اللي غتبقى حال فمك، يعني عندك مده وسنين هي وانت حال فمك. اتونسيون، هاد القضيه ديال الانبهار راه ما كتحيدش في سيمانه ولا في شهر ولا في شهرين ولا في، خاصه الا مشيتي لواحد الدوله متقدمه بزاف بحال امريكا، بحال المانيا، بحال سويسرا، بحال استراليا، كندا. ملي كنقول متقدمه، هاد الكلمه راه فيها ما يتقال. يعني التقدم، كاين التقدم المادي والتقدم المعرفي، هادو راهم جوج مختلفين. هنا راه كاينه واحد الكونتراست كيمرض في الراس، لان راه غادي تنزل مثلا في المطار، غادي تلقى طاكسي صغير تسلا، وغتلقى طاكسي كبير كات كات. ولكن ملي غتدي وتجيب في الكلام مع هذاك السيد اللي صايق هذيك التسلا ولا صايق هذيك الكات كات، راه تاع علاقه. غتقول كيفاش انايا دابا انا راكب في طاكسي تسلا والسيد مصمك؟ فهمتي؟ حيتاش خليتي في الدار البيضاء طاكسي نايض فيه الزرع عادي. يعني طوموبيلات عندنا في الرباط وفي الدار البيضاء وداك الشيء، شمن موديل 84 86 90 ولا السبعينات كاع ولا شي حاجه. الطاكسيات هاد حيدوهم مرسيدس 240 داك النهار، ولا لا راه الزرع كان نايض فيهم. ايوا ملي كتهزك اخويا انت الطياره وكتحطك هنايا وتتلقى نتايا تسلم. لا انا النهار الاول راه الا جينا نضحكوا شويه فهمتي، راه بقيت تنقول لا واقيلا راه يعني خطا. فهمتيني؟ الطوموبيله هذيك وير موديل 2000 وما عرفت شنو هو، غيهزوني من المطار، انايا انا ادري واش باقي عاد لاحق. فهمتي؟ راه غتقول هاد الهضره مع راسك عادي. هذا انبهار، هذا عادي. رد بالك، ما تمشيش مع هذا الانبهار يعني لواحد المده طويله. وكيف ما قلت كاين انبهار مادي وكاين الانبهار المعرفي، على حسب في يعني الا مشيتي للجامعه راه غيوقع انبهار معرفي، الناس فين واصله في القرايه وفين واصله في الدماغ ديالها. لكن برا في الزنقه والمقاهي وداك الشيء راه انبهار مادي، هذاك راه الفلوس اللي داويه تما، ماشي المعرفه. دونك هنا جوج ديال لي بيمول، فو فيغ اتونسيون. بالنسبه للقضيه ديال الهويه، هي هادي حبيبي، سي كو دير بحساب بانك راك غادي تمشي لواحد البلاد ما كتهضرش اللغه ديالك. هاكا غادي توجد اللغه نتايا وغتقرا الاشلي بيديتش الا كنتي غادي لالمانيا، وغتقرا الخيشبيش الا كنتي غادي لفرنسا. راه ما غاتاكلش مزيان ديك اللغه، فهمتي؟ لان اصلا غتكون عندك شي شويه اللغه ماشي طوب، واللغه بوحديتها ما كافياش. ها الحاصله فينا هي، شتيها؟ دونك هنا غادي تحصل في هاد المساله هذه هي ديال الهويه. اش غندير دابا انايا؟ دابا انا مثلا كنت كنلبس الجلابه في المغرب، والجلابه مالها اللوحه، وانا عزيز عليا الجلابه وعزيز عليا الطربوش، ولبست انايا ونتم غادي للجامع ونمشي للمسجد ونصلي مع خوتي وحبابي والمؤمنين بحالي بحالهم. فين هو المشكل؟ واشنو داكشي اللوحو نخليه في الدار البيضاء؟ انا كانت معايا واحد الجلابه كحله بالمليفه، خيطاتها ليا الوالده الله يذكرها بخير، عند واحد الخياط تا هو يا سلام، جبتها معايا وكنت كنخرج بها. وكانوا كيوقفوني الناس تيقولوا لي سا سي ان بون مونطو. ماشي مونطو هادي راه جلابه، ها القب فين هو. دونك انت واش غتقدر تخرج بالجلابه هنايا في كندا، في المانيا، في ميريكان الى اخره؟ وعلاش ما تخرجش بالجلابه؟ فين هو المشكل؟ باش زعما هما يرضاو عليك؟
ولن ترضى عليك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه غاديرها في بالك. يعني الا كنتي كتقلب على انهم يرضوا، وشكون هادو بعدا اصلا اللي غيرضيو عليك؟ طرح سؤال مع راساتك وتلفت وشوف ادرواتي اغوش، واش بنادم قاري ما قاريش، واصل ما واصل، شكون هذا اللي كتقلب على رضاه؟ ولا كنتي تتقلب على رضا شي واحد من غير رضا الله عز وجل، راه انت اللي خاصك تعاود بالخدمه. هذا ثاني موضوع اخر، موضوع تيجبد موضوع والمواضيع كثيره الى اخره. دونك المساله ديال الهويه، اول حاجه هي انك ما خصكش تفرط في التقاليد ديالك وفي الثقافه ديالك وفي العادات ديالك، واخا يكون اللي كان. انا تندخل للدار دابا عندي تنقول لهم شوفوا، في الدار عندنا المغرب، كنديروا الستاتي، كنديروا الداودي، كنديروا الصنهاجي، كنديروا الداوديه، كنسطحوا كنردحوا تنرونوها مغرب. طواجن اللوبيا البصاره ضرب لي عدس الهريسه فين ما كانت غنمشي نجيبها. وبرا كندا، انا عايش في كندا، برا تنخرج كندي تنهضر باللهجه ديالهم. انا عايش في كيبيك واللهجه ديالهم صعيبه شي شويه بصح باسكو مخربق داكشي، جايبين معاهم ديك الفرونسي ديال 1600 و 1700. ولكن هكاك تقاتلت معها والافلام وتنتصنت وتنهضر معاهم وداكشي حتى وليت كنهضر معاهم، ولاو تيقولوا بان انا راه واقيلا زايد هنا، وانا راه ما زايدش هنا، جيت صغير شي شويه. ولكن الاجتهاد، كنجتهد الحمد لله، لكل مجتهد نصيب. صافي الحمد لله وصلت لهذاك الشيء اللي كنت كنقلب عليه، وهو انني نبقى نهضر معاهم بحال ولد البلاد، باللعيبات ديالهم، بالتقيطيقات ديالهم، بالقشابه ديالهم، منا من لهيه. الحمد لله اللهم لك الحمد. ولكن سا بخون يعني فريمون واحد الخدمه وان فور وداكشي اللي ما تيديروش كلشي. وفي نفس الوقت حاضي مع الهويه ديالي لا نزقلها، الا نعورها مع الله سبحانه وتعالى، وغيري بكلشي وغيتخربق كلشي وغير. هذه نقطه. النقطه الثانيه وهو انك خاصك تسائل الثقافه ديالك، وخاصك تقابل مع الثقافه ديالك وتقول له هذيك الثقافه ديالي اللي جايبك معايا، راكي ماشي كلك زينه، وراكي ماشي كلك ناضيه، وراكي ماشي كلك غتنفعيني هنايا. خاص يكون معاك الغربال، خاصك تغربل، غربل. يعني الحاجه الصغيره غطيح ما عندك ما دير بها، وتيبقى على الكبير، هذا هو الغربال. الحاجه المليحه خليها، والحاجه الصغيره قول ما عندي ما ندير بك باي. هذا كيتسمى نقد، يعني النقد الذاتي للثقافه ديالك اللي جبتيها معك. ما يكونش راسك قاصح وتبقى جالس عاوتاني انايا مغربي، انايا طاطا، انا مسلم، هادو كفار، هادو طاط. هذيك العقليه راه تخرج عليك، نقول لك. وهادو راه شفتهم ودوزتهم، هاد النماذج هادو هما كانوا معايا، خدموا معايا، جلسوا معايا الى اخره. هادوك اللي تيهضروا باللغه ديال هذا كافر، هذا غيمشي لجهنم، هادو الدواعش راهم جاو، راهم كاينه هنا، كاينه في كندا، كاينه في المانيا، فرنسا، فين ما مشيتي. عاد دابا هو تيطلق اللحيه مسكين وتيدير داك السروال قندريسي، صافي ولا عالم. اش فهمتي؟ لا، العلم كيخاصو بزاف ديال الوقت وديال القرايه، وشوف واش توصل لشي حاجه. هذا هو. دونك خاص النقد الذاتي المستمر للهويه ديالك، وفي نفس الوقت الاندماج عاوتاني بحقه وطريقه مع هاد الناس هادو هما. نتمنى نكون قلت شي حاجه في هذا الفيديو، هذه هي، وان شاء الله يا ربي القادم يكون حسن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الى ذلك الحين استودعكم الذي لا تضيع ودائعه. شكرا ومع السلامه.